اللي مشرفنا في استوديو الهواء الأستاذ رجب الشرنوبي الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ منال، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مشرفنا ومنورنا. شرف لينا يا فندم، أهلا وسهلا. يمكن أول خبر وقلنا النهارده وفي بداية أخبارنا وحلقتنا، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس البرلمان العربي، وتناول اللقاء تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية. تعليق حضرتك إيه؟ يعني هو لقاء تشاوري في ظل حرص القيادة السياسية الدائم على الحفاظ على منظومة العمل العربي المشترك. هناك اتصال وتواصل دائم ما بين القيادة السياسية المصرية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين كل المعنيين بالعمل العربي من رؤساء وملوك إلى المؤسسات العربية، مؤسسات الجامعة العربية. وكمان يعني للي ما يعرفش، البرلمان العربي برلمان أنشأ بمقترح في جلسة الجامعة العربية في يعني مؤتمر عمان سنة 2001، وبدأ بالفعل تكوينه في جلسة الجزائر، الجلسة اللي كانت موجودة في الجامعة العربية في الجزائر سنة 2004. منذ ذلك التاريخ وهناك تنسيق دائم ما بين البرلمانات العربية والمؤسسات التشريعية العربية. الحقيقة زي ما بدأنا، الرئيس السيسي حريص كل الحرص على التواصل الدائم ودفع مؤسسة يعني منظومة العمل العربي المشترك في كل المحافل الدولية والإقليمية، وحرص دائم على اتخاذ موقف عربي موحد وقوي مشترك. ويعني اعتقد انه ما جاء حسب ما جاء على لسان يعني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء يعني كل السبل التي من شأنها زيادة فاعلية الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمان العربي كمظلة لكل البرلمانات العربية. أيضا على لسان رئيس البرلمان العربي يعني أدى افتتاح شديد جدا لتشريفه بمقابلة السيد الرئيس والاطلاع على الآخر، وحتى أشار في اللقاء يعني في هذا اللقاء إلى دور مصر القوي جدا في الملف الليبي، ودور الحضور المصري في تغيير مجرى الأحداث في ليبيا، والمواقف العديدة التي تتخذها مصر حيال كل يعني القضايا العربية المشتركة.